اندلع صباح اليوم الاثنين حريق مهول بالحي الجامعي بوجدة على مستوى الجناح الخاص بالذكور، وحسب مصادر جريدة سيت أنفو الإلكترونية فإن الحريق خلف عدة خسائر مادية بالإضافة إلى إصابة بعض الطلبة بحروق متفاوتة الخطورة أثناء محاولتهم إخماد الحريق. ورجح المصدر نفسه أن يكون سبب اندلاع هذا الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد الغرف. وأكد المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور توصلها بالخبر، بحيث تمت محاصرة ألسنة النيران، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم. من جهة أخرى فقد نقلت طائرة هليكوبتر تابعة للدرك الملكي طلب ضحايا حريق الحي الجامعي بوجدة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء المتخصص في علاج الحروق، وذلك بتعليمات ملكية. وحسب مصادر إعلامية فإن طائرة هليكوبتر نقلت 2 من الطلبة من المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء نظرا لخطورة حالتهما.